السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في وصفات سارة ومع المشاريع المصغرة في البيت راح ندير لكم فلون باتيسري بالبات فريزي أو العجينة المكسرة. يعني المقادير تاع هذه ما كانش أسهل من هذه، وتجينا الأهم أنها تجينا هايلة. نبداو بالمقادير. عندي 250 غرام فارينة، 250 غرام فارينة. البنات انا سامحوني حنعطيكم اللي ما عندهمش الميزان راح نعطيكم مقادير مضبوطه. 250 غرام فارينه، 125 غرام ماغارين تكون طريه، الماغارين تكون نصف تاع الفارينه. اللي يحب يدير، انا حندير لكم كميه صغيره برك، اللي يحب يدير به يضاعف يدير النصف. الماغارين تكون نصف تاع الفارينه. عندي قرصه ملح، نصف كيس سكر عادي، الكيس اللي يرفد 240 مليلتر، بيضه واحده ومغرفه كبيره ماء. هذا واش راح نحتاجو. اول حاجه راح نحط الملح ونزيد السكر. البنات هنايا انايا العجينه هذه بات فريزي راح نديرها لكم عجينه حلوه. واللي يحب يديرها خاصه في المملحات ينحي برك السكر، ما يديرش السكر، يدير غير الملح، يتبع نفس الخطوات، ينحي السكر برك. هذا ما كاين. نخلط المقادير الجافه مع بعض. هنا خلطت المواد الجافه مليح. دوك راح نضيف الماغارين تكون طريه كما قلت لكم. هاي كيفاه تكون طريه، 125 غرام. انا هنايا البنات استعملت لابيل، بصح نتوما اي ماغارين نتوما فين تتعودين تستعملوها في البيت تستعملوها، ماشي شرط هاد الماغارين. هكذا برك وندخل بين صباعي. اول حاجه هكذا بين صباعي هكذا. كما على بالكم هاد لاباط ما تعجنش نهائيا، ما يلزمش تعجن مره، سينو مش راح تصلح لكم. هكذا ندير هكذا. ندخل اول حاجه الماغارين فارينه، وبعدين نولي ندير بهذا الشكل هكذا حتى تدخل لي. لازم الماغارين مليح هكذا برك. هنا راني دخلت مليح الماغارين في الفارينه. هاي كيفاه تولي لكم الشكل تاعها، لازم تتحل مليح. دوك انا حندير حفره في الوسط هكذا، ونحط البيضه. هاي البيضه تاعي، ونسين نحط فوقها الماء، مغرفه الماء، ونولي ندخل هذا البيض نلم به العجينه تاعي. هذا ما كاين غير ندخل برك، مانيش راح نعجن نهائيا، ندخل فقط غير هكذا برك. ها كما راكم تشوفوا مانيش نعجن. هكذا برك. هي تدخل لي نحس فيها دخلت خلاص، ما نزيدش فيها حتى حاجه. هكذا يقرب تتلم لي هكذا. هاي تلمت، راهي ليه تتلم لكم. هاي تلمت هكذا. نولي ندير لها برك بشكل دائري هكذا ونديرها. دوك انا حنديرها مباشره في ساشي هكذا. نديرها مباشره في ساشي ونديرها في الثلاجه هكذا. هاي العجينه نديرها مباشره في ساشي ونديرها في الثلاجه ونخليها لمده نصف ساعه، وباه نرجع لها. العجينه تاعي هنا راني خليتها ريحت كما قلت لكم نص ساعه. دوك راح نبدا نحلها. من الاحسن ديروها كانيلو ولا اي حاجه باه تجيكم الخدمه سهله. ونبدا نحل فيها. حنحلها انا تكون شويه رقيقه، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. تنحل فيها غير بهذا الشكل برك حتى نعطيها الشكل الدائري هكذا برك. هاي هنا بعد ما حليتها عندي هاد الصينيه اللي يطيروا في المنتصف هكذا. بصح نتوما ماشي شرط هادو، اي فاه تحبوا ديروا اي حاجه عندكم في الدار متوفره ديروا. دوك انا حنهزها هكذا برك. نحيها اول حاجه هكذا ونحطها مباشره بهذا الشكل هكذا.
ونحطها بهذا الشكل هكا. والله غير تجيكم الخدمه سهله بالبزاف كي تستعملوا نيلو هكذا. ونحي النيلو ونبدا نعدل فيها بصباعي هكذا برك. ما يهمش كون طير لكم ولا تلقاو جزء مشي ناقص ولا هذاك، تقدروا هكذا برك تنحيو شويه هكذا وتلصقوا هكذا بهذا الشكل. انا دوك راح نضغط عليها بهذا الشكل هكذا هكذا، ونعطيها الشكل تاع الصينيه بهذا الشكل هكذا. وهذو اللي زايدين هكذا نحيهم برك هكذا نسيي نضغط عليها برك. هاي بعد ما عدلتها مليح شوف الصينيه دوك عندي هنايا نثقبها برك باه بعدا ما تنفخليش، لازم تثقبوها بها مليح برك هذا الشكل هكذا. ونبدا لكم دوكا مع الكريمه نحتاج عندي نص لتر حليب، 2 مغارف كبار نشا، 3 مغارف كبار سكر. بالنسبه للسكر اللي ما يحبش الحليبه ينقص يدير 2 مغارف برك. 3 بيضات وباطفلون فانيليا. هذا واش نحتاج. راح نحط اول حاجه الفلون، نحطو برك مع المواد الجافه هكذا. نحط شويه حليب فوق البيض ونحلو برك ما نحلي به نتحلي مليح هذا الشكل هكذا برك هكذا. ونولي نفرخهم مباشره على الحليب ونزيد نحط المواد الجافه هذا ما كاين، ونحطهم على النار. دوك نحركهم ونحطهم على النار حتى تختار لي. انا هناني حطيتها على النار دوك لازم مع التحريك المستمر حتى تختار لي. الكريمه هنا يبدا التخثير هكذا برك، نحتاجها بهذا القوام. راح نطفي عليها ونفرخها مباشره فوق لاباط. كما قلت لكم راح نفرخها مباشره، لازم وهي سخونه هكذا برك بهذا الشكل. نفرخها مليح ونسيي نبدا نوزعها على كامل الوجه هكذا برك ونوزعها. هذا ما كاين. انا دوك نلوحها في الفور مباشره على درجه حراره 200 درجه. نشعل لها غير من تحت برك. في الاول تحكم لنا حوالي من تحت تحكم لنا حوالي 25 دقيقه، ومن بعد كي نشوفوها حمرت على الحواف نشعل لها من فوق. احنا نشوفوها خذت اللون الذهبي برك ونطفيو عليها ونتلاقاو على صحن التقديم. اي هنا بعد ما طابت لي وكان هنا راح وهي سخونه راح ندهنها بلا جولي باه تعطينا لمعان. راح ندهن الوجه تاعها كامل، واللي ما عندوش لا جولي يقدر يستغنى عليه هادي. ولا تقدروا حتى ديروا العسل ثاني تسخنوه برك وتدهنوا به ثاني حيعطيكم لمعه الفلون باتيسيري تاعكم. دوك انا هنا نكمل ندهنها ونديرها في الثلاجه. لازم تبرد مليح على الاقل 4 سوايع 5 ونتلاقاو في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي الفلون باتيسيري. خليتها بردت، لازم مليح تخليوها تبرد. دوك نقسمها قدامكم ونعطيكم تشوفوا كيفاه تجي. والله غير تجي تهبل البنات، جربوها. سيرتو هاد الوصفه طلبتني فيها اخت، راني لبيت لها الطلب تاعها. والبنات اللي طلبوني في وصفات نقول لهم اصبروا عليا برك باذن الله نديرهم لكم قبل رمضان ان شاء الله. شوفوا كيفاه تجي، والله غير تجي تهبل. هاي شوفوا كيفاه الطيب، لازم تحمروها مليح. المهم نتمنى تعجبكم الوصفه، ديروا لي جيم وابوني القناه في الفيديو الجاي ان شاء الله.